أهلا وسهلا بكم معايا في هذا الفيديو اللي أخيرا رئيس الجزائري عبد المجيد تبون جاوب على الأسئلة اللي كنا كنسولوه دائما هنا في قناة دار الخبر، ما يسمى باللقاء الدوري ديالو مع الصحافة. جاوب على أسئلة كنا كنطرحوها عليه هنا في قناة دار الخبر، وحسن بعض السلوكات وغيرهم وما عاودش دارهم نهائيا، حيت كنا كنلاحظوهم عليه هنا في قناة دار الخبر. خليكم معايا في هذا الفيديو وغتسمعوا تبون صوتا وصورة يجيب على الأسئلة ديالنا. أولا بعض الملاحظات، تبون شتو دار عقلو وتحسن كبير في الأداء ديالو. الملاحظة الأولى بين فيه أنه التزم داك الشرط اللي كان داير ليه شنقريحة والمجلس العسكري والعصابة ديال الجنرالات اللي كيحكموا الجزائر. يقول له ودي تبون قبل ما تمشي تخرج وتجلس مع الصحافة ما تشوهناش، ما تفضحناش. قال لهم خاوتي نقول لكم حاجة، قالوا ليه قول. قال لهم أنا مانيش فاهم. قالوا له 72 ساعة على الأقل قبل ما تخرج للصحافة ما تشربش نهائيا، لا بيرة لا جانكا لا روج لا حتى شي حاجة. قال لهم حاضر. هذا اللقاء هذا اللي داروا البارح الجمعة، تبون ما قالش واحد الكلمة، موالف غير كيجلس مع الصحافة ديالو كيجيب جوج ثلاثة ولا أربعة. أول كلمة كيقول لهم بعد ما الصحفي كيدير ديك المقدمة ديالو، كيقول لهم اليزي يا با طابو. عزيز عليه يقولها بالفرنسية، يعني يلاه طرحوا الأسئلة ديالكم، ما كاينش المحرمات، تسولوا فاش ما بغيتي. هاد المرة تبون عجبني، دار عقلو، ما قالهاش حيت كنت هنا في قناة دار الخبر كنقولها ودي مسرحية واضحة باينة جدا جدا جدا. حاجة أخرى، تبون دار عقلو، هاد الحوار راه ما جبد لا مغرب لا صحراء، لا صحراء غربية ولا شرقية ولا شمالية ولا حتى شي حاجة. ما ذكرش كلمة المغرب لا من بعيد ولا من قريب، ما ذكرش كلمة البوليزاريو لا من بعيد ولا من قريب، وما قدش هضر مع فرنسا اللي كاينه خلافات بيناتهم. علاش؟ مجلس الامن، حيت جاي من مجلس الامن الشهر الجاي، قرار د مجلس الامن. فقالوا ليه اسكت، عندك تحل فمك، عندك تجبد فمك على المغرب، ما بغينا مشاكل. فرنسا راه في مجلس الامن، علاقات المغربيه الفرنسيه راه كتحسن، عندك تقول شي كلمه. نهضر على الصحراء سد فمك تاع على الصحراء. وانا عجبني وكنقول ليه تبون برافو عليك. ولكن خلينا نبداو هذا الحوار هذا مع تبون. سمعوا تبون غادي يجاوب على واحد السؤال. تبون، هل أنتم في عزلة؟ بالنسبة اللي أثاروا إشاعة أن الجزائر معزولة، وأظهرت أن الجزائر هي القلب النابض لإفريقيا اقتصاديا وسياسيا. الشيء اللي توصلنا ليه صح هو الأحسن منذ 3 طبعات، هذه الطبعة الرابعة. أتمنى تواصل، وأنا مبرمج إن شاء الله الأسبوع المقبل، في أواخر الأسبوع المقبل ربما ولا بعد أيامات، يكون لقاء مع كل المتعاملين الاقتصاديين اللي يهمهم الأمر، أننا باش ما نتوقفش. سمعتي واش شنو قال؟ قال لك ما كاين لا عزلة ولا حتى شي حاجة، ما يمكن شيء. كاين تقارير ومقالات كتكلم على أن اليوم الجزائر في عزلة إقليمية ودولية. الجزائر خسرت بزاف ديال الدول. تبون ضربتي مؤخرا مع بزاف ديال الناس، بلا ما نهضر انا على المغرب، هذاك نتوما كتقولوا لنا العدو الكلاسيكي ديالكم. شوفوا غير الجيران ديالك، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، دول صغيرة وناس طيبين، ناس الله يعمرها دار. نو مشيتي كتجبد معاهم صداع لدرجة ضغطتي على مالي، ضغطتيو عليها وطيحتيو لها هذاك الدرون، لدرجة مالي رديتيوها متعصبة متطرفة وضغطتيو عليها، مشات رفعات عليكم دعوى قداش في المحكمة الدولية للعدل في لاهاي. واخا
إذن لا يختلف عاقلان على أن بالفعل سياسة تبون وشنقريحة وصلت البلد أنها رجعوها دولة معزولة. أوروبا كلها ما بقات عندكم غير الطاليان، والطاليان ها هي من هنا ل 2028 غتقول الغاز ديالكم باي باي. 2028 بميزان وعمر الدول راه غير مع الدورة، غتولي تجيب الغاز من عند ميريكان. واخا نمشيو لسؤال واحد اخر. تبون اخر مره خرجتي مع الصحافه قلتي بان الاقتصاد الجزائري ثالث اقوى اقتصاد في العالم. قبل منها كنتي قلتي حنا قوه ضاربه، الجزائر قوه ضاربه. اليوم يا تبون ماذا تقول في الاقتصاد والسياسه الجزائريه في افريقيا؟ تفضل جاوبنا. الجزائر هي القلب النابض لإفريقيا اقتصاديا وسياسيا. القلب النابض الاقتصادي والسياسي. الجزائر ولات القلب النابض الاقتصاد والسياسة في إفريقيا. هون نقص في خراط. أنا نقول لكم إخواني خواتي علاش تبون جاوب بهذه الطريقة هذه. بسبب الأرقام اللي كيحققها المغرب في القارة الإفريقية، وديك الأرقام ضراتو في راسو، دارت ليه قوقعة ما قدش يسرطها. شنو؟ أولا المغرب رقم واحد في السياحة، عشرات الملايين ديال السياح كيزوروا المغرب كل عام. امتى الجزائر غتحقق هاد الارقام؟ الله اعلم. راه جابوا واحد الدوله عربيه قال لك هي غتعلمهم السياحه، واحد الدوله ما عندها حتى علاقه السياحه لا من قريب ولا من بعيد. هاد الدوله ما عندها الا الفلوس. احنا نشوفوا فين غتوصلها، ماشي مشكل ماشي مشكل. المغرب الدوله الاولى في القاره الافريقيه في صناعه الطوموبيلات. المغرب من هنا لقدام يا تبون غيولي كيصنع الأسلحة. شركات أمريكية أوروبية هندية اليوم، الهند جاية كتصنع المدرعات. المغرب في الصناعة غادي لقدام، كيصنع القطع ديال الطائرات، القطع اللي عندهم علاقة بالايروسبيس. المغرب حيد مصر من بزاف ديال المجالات. المغرب غادي. لذلك ديك الدولة اللي كتحماق عليكم وكتحماقوا عليها اللي سميتها جنوب افريقيا معقدها المغرب وكتحارب المغرب، ومشاو البارح في الامم المتحده وخدامين كيهضروا على البوليزاريو. لان المغرب غادي وكيحيدها وعندها عقده في الجغرافيا، وهادشي ياما هضرنا عليه يا تبو. اذن بركه من الكذوب، جيب لنا ارقام حقيقيه. ما عطا تبون حتى رقم، غير اجي يفهم وقول. اجيو دابا نهضروا على الدبلوماسيه. سمعوا تبون اشنو غادي يقول على الدبلوماسيه الجزائريه. أحسن من البداية تاع العهدة الأولى فيه تحسن صراحة. يعني الشيء اللي وصلنا ليه في مجلس الأمن يشرف الجزائر، يشرف وزارة الخارجية، شيء ممتاز. ونعطيكم سكوب، أمس راني مضيت المرسوم تاع إهداء الوسام الاستحقاق الوطني لسي بنجامة. سمعتي واش شنو قال تبون؟ حسن احسن صافي، هادشي ما عندك ما تقول. كاينه شي حاجه من غير حسن واحسن؟ انا نقول لكم يا اخواني علاش قال حسن او احسن ما قال حتى شي حاجه. هرب لواحد الموضوع واحد اخر، انه غادي يكرم عمار بن جمال، يعطيه وسام وطني. هادشي كله باش يغطي ما كاينه حتى شي حاجه على الارض، ما كاينيش نتائج دبلوماسيه على الارض. الجزائر كتخسر، الجزائر كتربح الاعداء، الجزائر كتخسر الاصدقاء دبلوماسيا. المغرب عطاكم 10-0. بوريطه طحن ليا احمد عطاف وشوف النتائج في مجلس الامن. تحسن. واش ما سمعتيش يا تبون اشنو قال نائب وزير الخارجيه الامريكي؟ والنداء ديالو كيهضر مباشره مع الشركات الامريكيه وكيقول لهم سيروا بيعوا شريوا في الصحراء. هذه ما سمعتيهاش يا تبون؟ واخا سيدي ندوزوها لك. احسن الدبلوماسيه في تحسن يا لا سيدي.
اشنو كتقول على احمد عطاف؟ مش باش نشكره، ولكن من اللي جا سي أحمد عطاف الأمور بدأت تتحسن، يعني هو يعرف الأشخاص ويعرف أنا كنت نجهلهم. أنا الشيء اللي عليا الأولويات، وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول وبعض الاتجاهات تاع الدبلوماسية. كيفاش يا تبون منين جا احمد عطاف الامور بدات كتحسن، حيت هو يعرف الاشخاص؟ كيفاش زعما؟ اوه فهمت اخواني اخواتي، عرفت شنو قصد الرئيس عبد المجيد تبون. حيت احمد عطاف كيعرف ما شاء الله وتبارك الله الاشخاص. منين جا احمد عطاف ستة ديال الدول سحبات الاعتراف ديالها بالبوليزاريو، دول في افريقيا ودول في امريكا اللاتينيه. 6 ديال الدول، سلفادور، كينيا، ودول في افريقيا. 6 ديال الدول. داكشي علاش حيت هو كيعرفهم زعما شخصيا. قصتي لاحظتوا تبون ما قد يعطي حتى شي مثال. المفروض ملي كنقولوا هذا منين جا تحسنات العلاقات حيت عنده علاقات وكيعرف اشخاص. ايوا عطيني امثله. منين جا الدول اللي كانت كتعترف بمغربيه الصحراء سحبات الاعتراف ديالها ولات كتعترف بوليزاريو. هذه عمرها ما طرات، ما يسمحش بها الملك، وما تقدش طرا في عهد بوريطه، انما في عهد احمد عطاف تقد طرا، حيت احمد عطاف عنده اولويات اخرى بحال تبون. شنو هي اولويات عطاف؟ الطاسه والقرطاسه. عرفتي اخواني خواتي، هاد لاكليك ديال عمار بن جامع، عطاف، تبون وبعض الاصدقاء هادو راه كتجمعهم القرعه، كيجمعهم القرعه والويسكي وجاك دانييلز. هادشي اللي كاين، ما كايناش شي حاجه اخرى. ايوا مزيان، احنا عرفنا شكون هو عطاف، وعرفنا بان تبون ما بقاش قاد يعطي امثله، ما كاينه حتى شي حاجه. ونزيدكم من البيت شعرا. تبون جبد عطاف شخصيا وسماه حيت هو غادي يجري عليه. غتقولوا لي كيفاش؟ انا نقول لكم اشنو. المباشر ديال البارح انا كنت نبأ فيه ان عطاف غيمشي في حالته. عطاف قرب من الباب، ما يمكنش هاد الكوارث اللي دار ويخليته، ما يمكنش. لاحظتيو اي وزير خارجيه كيجيبوه ما كيحلش، ما كيحل حتى حاجه. عمار بن جامع، العمامره، عطاف، واللي قبل منهم واللي غيجي موراهم، حتى واحد ما غيدير لهم حتى شي حاجه. علاش؟ القضيه في السيستم، في المنظومه. وطبعا يا طولوا شرحوها وانا مش علاش انا غادي نشرحها، خليهم هما يتضاربوا معاها. انما عرفتوا علاش اخواني خواتي اليوم كيقول منين جا العطاف الامور كتحسن؟ سمع قناه دار الخبر، قلنا انه غادي نجري عليه، ومعروف الدوله ما كتبغيش تقول لك اودي راه درنا حيت فلان قالها. لا، كتبغي تقول لك اودي حنا غنديروها بالتايمين ديالنا، حتى يقولها لنا راسنا عاد غادي نديروها. والدوله معروف عليها كدير واحد الحاجه، ممكن تعطيك جميع الاشارات ودير السينيال كاع انها غتحول اليسار، غدور اليسار، وفي الحقيقه هي راه غدور على اليمين. هادشي اللي سمعتيه من عند تبون، ان عطاف منين جا دار وفعل غيجري عليه. غير خصو ما يبينلكش انه غيجري عليه حيت قالتها قناه دار الخبر، نو، غيجري عليه ملي غيقولها ليه. ولا في الحقيقه هو القرعه ملي غتقولها ليه القرعه ديالو، حيت هو تبون هو القرعه والقرعه هي تبون. قبل ما ندوزو للموضوع ديال العطله، تبون اش كتقول على المغاربه اللي كاينين عندكم في الجزائر؟ تفضل تبون. من خلالكم همزة وصل بيننا وبين المواطنين، يكونوا حذرين، لأن دخلنا في مرحلة نتاع غيرة كبيرة من الجزائر، والبعض يتخوف من استيقاظت الجزائر وصبحت الجزائر قائمة بنفسها. هادشي ما يساعدهمش.
إشاعات ونتعاونوا مع بعض على خاين الدار، لأن تاع برا قال هسي بومدين قال منين تسبني الدولة الفلانية نرقد مهني نعرف راني في الطريق الصحيح. تاع الداخل، التخريب تاع الداخل هو اللي صعيب. خوان الدار، خاين الدار، هكا كتسميهم، يعني الخونة ديال الداخل. المغاربة هاد الهضرة هادي تبون كتقصد بها المغاربة، ما كتقصدش بها الجزائريين اللي كيعارضوا. شي اخواني خواتي، الا كملتيو هاد الكلام غتكتشفوا ان تبون قال هاد الهضره هادي، ربما انتبه شنو قال، هو يدورها للجزائريين اللي ما فرحانيش، اللي عارفينه كيكذب عليهم، لا في الاقتصاد لا في السياسه ولا في الدبلوماسيه. هو عارفه هادوك يقول عليهم الخونه ديال الداخل، ما عجبهمش الحال. ولكن في البدايه الكلام الاول اللي قال راه كيقصد به المغاربه، خائن الدار، لانهم عايشين معنا والولاء ديالهم للمغرب. مره اخرى كنقول انا المغاربه ردوا البال. انما غادي نمشيو دابا واحد السؤال مهم جدا. تبون فين دوز العطله الصيفيه ديالو؟ عقلتيو في قناه دار الخبر قلنا راه كاينه معلومات كتقول ان تبون راه في المانيا، عطله طبيه وسياحه خمريه. مشى يدير تما دي زاناليز، كيتيق في السبيطارات ديال المانيا، ما كيتيقش في الاطباء ديال بلادو. السبيطارات ديالو حتى هو ما كاين والو نهائيا. اوروبا كاينه فرنسا، ما كيتيقش في فرنسا، انما كاينه ثقه في المانيا. وزيد عليها بغى يدير افضل السياحه المفضله ديالو، ويدور على بلايص الثانيات فين كيتعصر الشراب ويشرب من دوك البرامل الكبار. ما بغاش يديرها في فرنسا، عارف بانه غيتفضح، قال نديرها في المانيا. انما منين سولنا تبون فين دوزتي العطله، راه جاوب بواحد الطريقه انا كنشوفه يقلد الملك محمد السادس حفظه الله، ما عنده حتى شي معنى. هانتوما سمعوا شنو غيقول تبون، وانا غنقول لكم تقليد ان غتفهموا نتوما بعدا ان كلامه كله تقليد الملك المغرب محمد السادس. واللي ما فهمش بانه تقليد الملك محمد السادس انا غنشرحها. خليني بعدا نسولو تبون فين دوزتي العطله الصيفيه؟ جاوب. العطلة نتاعي نتاع 18 يوم فوتها في الجزائر. أولا ما خرجتش الخارج أبدا، جوزتها في إقامة من إقامة تاع الدولة الجزائرية. نعطيك ان ديتاي، أنا والزوجة والأبناء والبنات والأحفاد كنا كل مع بعض حتى نهاية العطلة. كيفاش دوزتيها في الجزائر؟ ما خرجتيش من الجزائر زعما؟ مزيان، واخا. اولا خلينا نحلوا هذا الجواب هذا. تبون شنو قال 18 يوم؟ هنا تبون كيبغي يقول الجزائريين انا هو الاول اللي كيخدم بزاف فيكم، كلكم كتاخذوا عطله فيها شهر، وكاين اللي كياخذ اكثر، كاين اللي يا مريح مورك وكيتخلص، كاين موظفين اشباح. انا اكثركم عملا واجتهادا ومثابره، كنجلس 18 يوم في العام، يعني 2 سيمانات و3 ايام. اكثر من هكا جلستها في الجزائر فين إقامة تابعة للدولة الجزائرية، يعني ما مشيتش كلفت البلاد وجلست في أوطيل، إقامة تابعة للدولة الجزائرية. يقصد قصر على البحر، دوك نادي الصنوبر، كلوب دي بان. ولكن بلاتي إخواني خواتي، شكون هو في المنطقة اللي معروف كيدوز العطلة الصيفية في البلاد؟ شكون؟ الملك محمد السادس، معروف عليه السنين الأخيرة العطلة الصيفية كيدوزها في الشمال، في هذاك الحسيمة كابو نيغرو الرينكون، تما على البحر، جيت سكي، اليخت، وكذلك حتى الأمير ولي العهد مولاي الحسن. لأن علاش كنذكر دابا مولاي الحسن؟
وغالبا غتكون تماثلا لخديجه، لان تبون سمعتوها شنو قال: العائله انا ومرتي ووليداتي، ولا ما عجبكمش الحال كاع حتى الاحفاد ديالي، من حقه. ولكن هو راه كذاب اشر. المعلومات كتقول تبون ما كاين لا عطله لا في بلادي لا الاقامه لا حتى شي حاجه، اقامه الدوله نو نو نو. تبون معلومات كتقول انه كان في اوروبا بالضبط في المانيا، وراه قلت لكم علاش. انما قال خليني نقلد الملك محمد السادس. علاش كيقلدوا؟ شوف، الجزائر دولة فاشلة. الخطير كيقول الجزائر دولة فاشلة بسبب الاقتصاد، بسبب ما كايناش التنمية، الديون، مصيبة، دايرين مصيبة. اشنو كتقول دولة الجزائر؟ كتقول لك اودي الا قلدت المغرب غادي ننجح. النموذج، النبراس، الطريق اللي غنتبعوها هي المغرب بدون ما يقولوا المغرب. والا كيف نفسر انهم كيتبعوا المغرب خطوه بخطوه، ذراع بذراع، اللي درناها كيديروها. يمشي وزير كذا للدوله الفلانيه يتبعوه، يمشي مسؤول مغربي للدوله الفلانيه غير يرجع يتبعوه، نديروا كذا يديروها، نبنيو سد يبنيو سد. السكك الحديديه دابا التي جي في حتى هما خدامين على السكك الحديديه، ماشي التي جي في، خدامين على سكك حديديه اخرين. اي مشروع كيديروا المغرب كيديروه. الغاز نيجيريا المغرب، النيجر المغرب اللي سالا، النيجر الجزائر عفوا، اللي ما بقاش كاين. النيجر اليوم واقفه مع مالي وبوركينا فاسو، كتخسر معاهم الجزائر، كتقول لهم انا معاكم نتوما. والنيجر غتساعد البوركينا فاسو ومالي ضد الجزائر، والنيجر غادا تحبط المشروع ديال نيجيريا الجزائر، حيت خصو الانبوب يدوز عبر النيجر. كاينه نيجيريا، كاينه النيجر، وكاينه الجزائر. ما كاينش داك المشروع نهائيا، حيت حاولوا يديروه. زيد عليها يا ما حاول دول الساحل يقولوا اجي وطلعوا عندي انا البحر الابيض المتوسط، لكن كيعرفوا الجزائر وصانع القرار حولوا الجزائر الى دوله عصبيه، كدير رد الفعل، ما عندهاش النفس الطويل وتنتقم بحال الدري الصغيور. بينما المغرب يعتمد عليه، ممكن نخسروا، ما يوصلش معاك للمواصل ديال القطيع بلاد العسكر كديرها. لذلك هي في عزله، لذلك الدبلوماسيه ديالها فاشله، لذلك احمد عطاف ما غيوصل حتى شي حاجه. لا عطاف ولا عراف ولا الصحاف، جيب اي واحد اخر، وزير واحد اخر، عمر الدبلوماسيه ما غتوقف على رجليها، لن تقوم لها قائمه، حيت سلوك الدوله ما كيخليش الدبلوماسيه تخدم. تصرفات الدوله الصبيانيه والعنفوانيه ما كيخليش وزير الخارجيه الجزائري يخدم. علاش وزير الخارجيه المغربي ناجح؟ حيت الليدرشيب عندها الحكمه، وزيد عليه بلاط العمر ديالو مئات السنين. كنشكر بزاف تبون على هذا اللقاء هذا، كنشكرو انه جاوب على الاسئله ديال قناه دار الخبر على المباشر. واهم حاجه قال لنا فين دوز العطله الصيفيه، ما قدش يقاوم. قناه دار الخبر تسال وعبد المجيد تبون يجيب، الا انني كنقول ليه ما تبقاش تقلد الملك، بعد على الملك، جيب شي حاجه، كون كرياتيف، كون انسان كيجيب افكار، ابداع، كون مبدع يا تبون. انا عارف ما قلتش ابداع، الله غالب، طاسه ولا الكول والويسكي ما يخلي ليش الفرصه يبدع، بالعكس هو ديما غيب وكيحلم، ومنين كيسكر كيحلم بان راه انتصر على المغرب. هو اصلا التورني الاول كيبان ليه المغرب في القرعه. اخيرا اخواني اخواتي، انتم عافاكم، شنو رايكم في هذا اللقاء ديال تبون؟ شنو رايكم في التبرير ديالو والاصرار ديالو على ان الدبلوماسيه الجزائريه مزيانه وعطاف مزيان؟ غير غتكونوا حتى نتوما لاحظتوا انه كيهضر بواحد الضعف شديد، ونزال الصوت ديالو. واهم حاجه ما دعمش ان الدبلوماسيه وعطاف، ما دعمها بحتى شي مثال، بالعكس حنا اللي نعطيوه امثله
الامثله مور الامثله مور الامثله. اخيرا كنشكركم على المتابعه، كنشكر تبون على هذا اللقاء الشيق، كنشكر انه اجاب على الاسئله اللي كنا دائما كنطرحها هنا في قناه دار الخبر، وكنشكركم انتم على المتابعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.